تعالوا نعمل بقى احلى كيكه هوز، حاجه كده سهله جدا ببيضتين بس. شايفين ما شاء الله غرقانه شوكولاته من غير ولا قطعه شوكولاته. بسم الله. انا معايا هنا نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، ومعلقتين كبار كاكاو خام، واتنين قطع من الهوهوز. هنحط كل حاجه في الخلاط ما عدا الزيت. هنحط السكر والكاكاو واللبن وقطعتين الهوهوز. انا حطيت كمان نص قطعه لان لقيتها صغيره قوي. وبعدين هخفقهم مع بعض كويس جدا في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما يتخفقوا تماما والسكر بتاعي يدوب، هبدأ انزل بنص كوباية الزيت بالراحة كده، بس هنزل بيها كلها. هتقل الخليط وهيبقى معايا احلى صوص شوكولاتة حلو جدا. وطعم الهوز فيه يعني ما شاء الله، والله في منتهى الجمال يا جماعة. خلاص بقى هشيل الصوص بتاعي ده على جنب في التلاجة، عما اخلص الكيك بتاعي نرجع نستخدمه تاني مع بعض ان شاء الله. معايا بقى مقادير الكيك: بيضتين، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر مش مليانه قوي، وكمان مفروض ان هي كوبايه لبن مش نص كوبايه، بس انا هقول لكم دلوقتي وانا شغاله، انا كنت نسيتها. حطيت معلقه صغيره كده فانيليا على البيض. معايا كوبايه ونص دقيق، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وكيس بيكنج باودر. الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو، انا لازم انخل الدقيق والكاكاو كده علشان يكون هش معايا. ضفت عليهم البيكنج باودر، ودي المكونات الجافه هسيبها كده على جنب. هاجي بقى في الخلاط من غير ما اغسله ولا حاجه، هنزل فيه المقادير بتاعتي: البيض والسكر واللبن والزيت، وهخفقهم مع بعض كويس جدا. انا كان مفروض احط كوبايه من اللبن وكمان قطعه من الهوهوز علشان تبقى طعم الكيك برضو فيها هوهوز، ولكن انا هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. انا بعد ما خفقتهم كويس جدا نزلتهم على المواد الجافه بتاعتي، قلبتهم زي ما حضراتكم شايفين كويس جدا. طبعا لازم الدقيق بتاعي يختفي خالص وكل حاجه تكون مدموجه مع بعض كويس. انا بقى هنا ضفت معلقه خل كبيره وقلبتهم. كل ده وانا ناسيه نص كوبايه اللبن وقطعه الهوز اللي انا اضيفهم. انا بقى طبعا افتكرت كده وانا بقلب، انا ضفت قطعه ونص كده لانها صغيره. فاخدت جزء من العجين او من الخليط اللي انا عاملاه، حطيت عليه الهوز، وبعدين خفقته شويه وحطيت نص كوبايه اللبن اللي انا كنت ناسياها، وخفقتهم مع بعض وضفته تاني على الخليط بتاعي. يعني اصبح هنا الخليط كان فيه كوبايه لبن وقطعه ونص هوز اللي انا نسيت احطهم من الاول، ورجعت ضربتهم تاني، مفيش اي مشكلة خالص. كده القوام بتاع العجين تمام معايا ومظبوط قوي. انا بقى هصبه في اي حاجه. انا معايا ديسبانر كده بحب استخدمه قوي في الحاجات دي، او اي درق كده ليه بوز، اي حاجه متوفره عندك ممكن تستخدميها، او لو بكبشه كده برضو مفيش مشكله. انا معايا القوالب دي، هي اللي هي الالومنيوم دي، اللي هي استخدام مره واحده، حلوه جدا ومش غاليه خالص. يعني هي مش غاليه خالص. انا معايا المقاس اللي حضراتكم شايفينه، هي مش غويطه قوي. عملت منها 8، وكانت كمان ممكن الخليط بتاعي ياخد 10 كمان. يعني هو كان ما شاء الله مرتفع قوي، يعني ممكن كنت اقسمه في 10 مش 8 بس. انا دهنتها دهنة زيت خفيفة، نزلت بالخليط بتاعي كده زي ما حضراتكم شايفين. يعني كان تقريبا لنص كده البولة اللي معايا كده واقل من نص. هحطه بقى في صواني، ما ينفعش ادخله كده على الشبكة. هدخله الفرن يكون سخن، يعني يكون سخن من قبل كده. هشغل الفرن من تحت بس على درجة حرارة وسط. شايفين ما شاء الله هش وتحفة وجميل جدا. هو قعد حوالي تلت ساعة او نص ساعة لخمس دقايق بالظبط في الفرن. انا بقى هخرمه كده وهو سخن، وهسقيه بخليط من اللبن والكاكاو. عاوزه اقول لكم ان ممكن كمان ما تسقوهوش، والله العظيم كان هش جدا وطري فوق الوصف. الكيكه يعني ممتازه، حتى انا وريتكم كده وانا بضغط عليها. انا بس كده خرمتها بالسكينه بتاعتي، وهبدا اسقيها بخليط اللبن والكاكاو. انا بس مدوبه معلقه كاكاو في لبن حليب بس كده. وهبدا اللي انا اسقي الكيك بتاعي كده علشان يبقى طري هش اكتر. الوصفة دي سهلة جدا ومقاديرها كمان اقتصادية. بصراحة لازم تجربوها. يعني عاوزة اقول لكم اللي كل اللي اكل منها قال لي في منتهى الجمال والروعة.
غنية جدا بالشوكولاتة، واحنا اصلا ما استخدمناش ولا قطعة شوكولاتة. حاجة كده طعمها فوق الوهم. انا كده سقيتهم كلهم. خلاص بقى هسيبها لما تبرد كده وتهدى خالص. وهجيب بقى الصوص بتاعي، هبدأ اللي انا اوزعه، يعني مش هعمل واحدة واحدة، لا انا هوزعه علشان اكون موزعاه بالتساوي، وكل قب من دول يكون واخد حقه كده. هبدأ اوزعهم على الثمان قبات اللي معايا. شايفين هي كانت مرتفعة قوي ما شاء الله. يعني زي ما قلت لكم، كان ممكن نحطهم في 10 في 10 قوالب من دول. انا قسمت بقى الصوص بتاعي، هبدا اللي انا افرده كده على القباط. ما تخافوش، هو الوقت هتلاقوه استوى من نفسه، يعني شايفينه هو مش مستوي، الوقت هتلاقيه استوى. حتى وانا شغاله معاكم كده هيستوى من نفسه كده. وهيكون شكله حلو جدا زي ما شفتوه كده في الاول. معايا بقى مربى حليب، شوكولاته بيضه، اي حاجه حضرتك تفضليها، ممكن نوتيلا، ممكن لو حته كريمه عندك تخففيها بميه. انا اللي استخدمته مربى حليب مخففاها بميه كده، وحطيتها في كيس تلاجة وخرمته كده خرم صغير، وعملت السيول زي ما حضراتكم كده شايفين. هبدأ بقى اعمل كده رايح جاي خطوط بخلة او بطرف سكينة او اي حاجة، علشان اعمل الشكل ده. يعني انا حبيت اعملها تزيين بسيط كده وخفيف. كان معايا حبات التوت اللي هي الكاندي، برضو حطيتها كده، وحطيت كان معايا الكريسبي البن الصغير ده، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. حطيت على النص التاني كده كريسبي من البن الصغير ده. طبعا هعمل بقى كل الكمية بنفس الشكل كده. شايفين ما شاء الله شكلهم مغري جدا وشكلهم جميل، والطعم احلى واحلى كمان. انا كمان هوريها لكم من جوه هي عامله ازاي، وقد ايه هشه. وقد ايه الصوص بتاع الشوكولاته غني جدا وجميل. لايك بقى يا جماعه، ما تنسوش اللايك، الوصفه الجميله دي تستاهل لايك وتعليق حلو كده منكم وتشجيع. وتابعوني كمان على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك تكات اميره في المطبخ، وعلى التيك توك والانستجرام، تابعوني في كل مكان ان شاء الله. شايفين ما شاء الله جمالها، انا بس حابه اوريها لكم كده من جوه شكلها عامل ازاي، هشه جدا جدا. من انجح طرق الكيك الشوكولاته اللي ممكن تجربوها. شايفين ما شاء الله طعمها مميز. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى اللايك والتعليق، وتابعوني واستنوني في وصفات تانية كتير ان شاء الله. وحلاوة دمياط يا حلاوة دمياط. شوفوا الحلاوة الرباني من ايد صبي عيني. نصرة يا سيدي علي السقا، نظرة يا سيدي على السقا. مدد يا اهل المدد والله، انا محسوبكوا يا الله على دمياط. انا بمسي عالجمال والسوق، وترسي بمراسي الشوق، واقول للنوت مات يلا مطاب الريح، وقال يلا على دمياط، على دمياط. هلي هلي الله.